أهلا بيكم أعزائي الكبار الأطفال في فيلم جديد على قناة حكايات قبل النوم. وخليني أقول لكم ليه أعزائي الكبار الأطفال، علشان اللي مش بيشجعونا ولا بلايك ولا بكومنت ولا بيصلوا على النبي في الكومنتات. قصتنا النهاردة هنحكيها وكأنك دخلت قهوة بلدي وسمعت قصص الشارع بتاعتكم كلها في ليلة واحدة. هتكون عن حد ما بيفضلش يبعد عن المشاكل، وكل ما يفتكر إنه استقر ويعيش حياته بهدوء الدنيا تقلب عليه فجأة. الحد ده هو حبيبنا جرو، اللي كان زمان شرير من الطراز الأول، بس الدنيا اتشقلبت عليه وبقى عميل سري في منظمة مكافحة الأشرار. جرو بقى واحد من الأبطال، بس مين اللي قال إن الشر بيتنسي بسهولة؟ هنشوف النهاردة إيه اللي حصل مع جرو الشرير القديم اللي بينافسه أيام ما كانوا صغيرين. جرو يا جماعة بقى عنده عيلة، عنده 3 بنات بيحبهم من قلبه، ومراته لوسي اللي هي أصلا زميلته في منظمة ال AVL. يعني الواحد يقول إن كل حاجة ماشية زي الفل، لكن الدنيا مش بتفضل حلوة كده على طول. فجأة جرو بيجيله دعوة يحضر حفلة في مدرسته القديمة، مدرسة اسمها لزيبا سبون. ودي بقى كانت من نوعية المدارس اللي متقدرش تقول عليها حلوة ولا وحشة، بس المهم إن فيها ذكريات. والنونوس طبعا انتوا عارفينهم بيخربوا الدنيا ازاي، ما بالك بقى ده كمان في حفلة. وفي وسط اللمة دي مين بيظهر؟ ماكسيم لومان. ايه ده؟ مين ماكسيم ده؟ اقول لكم مين ده. كان زميل جرو ايام المدرسة، وكانوا بيتنافسوا في كل حاجة حتى في المواهب. وكان دايما متضايق من جرو لانه فاكر انه سرق منه شو المواهب بتاعه. وعلشان الحظ كان واقف مع جرو، ماكسيم ما بقاش يشوف يوم حلو بعد كده. المهم انه خلى جرو في نص هدومه واحرجه قدام الاشرار اللي زيهم في المدرسه، لحد لما مديره المدرسه بتكرم ماكسيم اللي بيبقى فاز بجائزه الخريج الذهبي، وقرر يطور في جينات الصراصير ويدمجها مع جينات البشر، وبيتحول لنص انسان ونص صرصار، وده عشان يعمل نفسه اقوى واشرس ويرجع ينتقم من جرو. وجرو اللي مش بيفوت فرصه بيطلع بطاقه العميل السري بتاعته، وبيطلب من جهاز مكافحة الأشرار إنهم يدخلوا ويمسكوا ماكسيم، بس بيهرب منهم فبيضطروا يكهربوه ويقبضوا عليه ويودوه السجن. جرو بيروح بعد كده البيت وبيقعد يتكلم مع بناته ومراته لوسي، وبنكتشف إنهم خلفوا ولد صغير واللي ما بيبقاش طايق أبوه وبيحب الشر. بعدها بنشوف رامز بوتوم قائد الوكالة جاي يقول لجرو وعيلته: حبايبي الدنيا هتبقى مولعة أوف يح، محتاجين ننقل من هنا. ده عشان ماكسيم الصرصار باعت يهددك يا جرو، وبيقول خلاص بقى انا مش هسيبك، والمره دي هحول البشريه كلها لصراصير زيي. فجرو بيستهزأ بالكلام بتاعه وبيقول لمراته: سيبكوا منه، ده في سجن شديد الحراسه. فرامز بوتوم بيقول له: اسكت، انت ما تعرفش، هو ما حدش قالك؟ مش مراته فالنتينا هربته من السجن؟ امال انا جاي لك هنا هبب ايه؟ والبنات بيكونوا متضايقين انهم هيمشوا ويسيبوا حياتهم واصحابهم اللي متربيين معاهم. وفعلا رامز بوتوم خدهم ووداهم مكان اسمه حي الزهور، ده على اساس ان مفيش صراصير في التجمع مثلا. ما علينا، كده عيلة جرو هتعيش هناك، والوكالة بياخدوا النونز اللي هم زي الشياطين الصغيرين دول. جزء منهم فضل مع الوكالة، ولما بيوصلوا البيت الجديد بيبقى في بنت في البيت اللي جنبهم اسمها بوبي بتراقبهم، والوكالة بتغير لهم اساميهم اللي في البطاقة علشان محدش يعرفهم. وجلو بيبقى شغله عبارة عن انه بيبيع الواح طاقة شمسية، ولوسي شغالة في كوافير وبيحذرهم: اوعوا حد يعرف انتوا مين ولا اي بيانات عنكم حقيقيه، علشان الموضوع خطر جدا، واحنا لما نقبض على ماكسيم هنكلمكم. وبيرجع ماكسيم لحياه المجاري هو ومراته والصراصير، وبيقول لهم: احنا بالصلاه على النبي كده هنخطف الواد الصغير ونحوله لصرصار ويبقى معانا بدل ما يبقى مع ابوه. ولوسي هتروح شغلها، وجرو هيفضل البيبي معاه. وهو خارج يركب العربيه بتاعته بيقابل جيرانهم عيلة بريسكوت، وبيروح يتعرف على ابو بوبي، وبيقول له: انا بعد ما هوصل بوبي هروح النادي. فجرو بيقول له: خلاص وانا هاجي من غير ما تقول لي. وبعد كده بيروح يوصل مارغو للمدرسه وبيقول لها كلمتين يحفزوها علشان دي مدرسه جديده. وبالنسبه للنونوز اللي راحوا منظمه الاي في ال اللي هم زي الشياطين الصغيرين دول، جزء منهم فضل مع الوكاله علشان يعملوا فيهم تجارب ويخلوهم ميجا مينيونز، يعني نونوز خارقين، ودخلوهم جوه اجهزه اشعاع. فخلوا اول واحد منهم قوي وعنده عضلات ومفيش حاجه تهزمه، والتاني بيطير زي سوبر مان، والتالت بيطلع ليزر من عينيه، والرابع بقى عامل زي الصخرة، والخامس بقى مطاطي. تحسهم قلبين على عيلة فانتاستيك فور وبيعملوا كوارث وهم في المنظمة، لحد لما بيدخل عليهم قائد الوكالة وبيقول لهم إن انتوا ممكن تخرجوا تنقذوا الناس، ولو نجحتوا هتكون السلاح السري الجديد بتاع الوكالة. ولوسي وهي شغالة في الكوافير بيجيلها عميلة تنكة وتستاهل اللي هيحصل فيها، وبتبقى عايزة تعمل لوك جديد في شعرها. فلوسي للأسف علشان ما عندهاش خبرة والسي في بتاعها مش حقيقي، فبوظت شعر الست
وولعت فيه علشان حطت حاجات غلط، لدرجة إن حصل حريقة في المكان والمحل كله ولع، وهي خافت ومشيت. وماكسيم صنع سلاح صغير يقدر يحول بيه أي حد لصرصار، وكمان صنع سفينة بتطير علشان يطير بيها ويدور على جرو وابنه. وفي وقت ما جرو قاعد بيستمتع بالهدوء وبيشرب حاجة على ما مارغو تخرج من المدرسة، بنكتشف إن ابنه الصغير طلع شقي وشرير زيه، بيقعد يفرقع في البلالين. ومارغو لما بتخرج بتبقى متضايقة جدا لأن حد حط لها في الدولاب بتاعها بالونة مليانة ترتر. وبالليل وهو جرو بيرمي الزبالة بتنده عليه بوبي باسمه الحقيقي. بوبي دي بقى عندها طموح شرير من زمان، وبتكتشف إن جرو هو فعلا كان شرير، وبتبتدي تهدده إنها هتكشفه لو ما ساعدهاش، وتطلب منه إن هو يقابلها تاني يوم في البيت عندها علشان عندها خطة سرقة شريرة وعايزاه ينفذها معاها. الصبح لما النهار بيكون جه، جرو بيقابل باري ومراته باتسي، وبتقول لجرو ليه ما تروحش الماتش مع باري تلعب معاه تنس. جرو بيقول لها انا موافق، وبيقرروا انهم تاني يوم هيتقابلوا كلهم في النادي. ولما باري ومراته بيمشوا، بنتهم بتحدف ورقه لجرو، لما بيفتحها بيلاقي فيها رسمه هي رسماها بتقول له تعالى لي في الشجره اللي في جنينه البيت. وماكسيم بيبقى طاير هو ومراته عمال يدور على جرو وابنه، وبيقول لها ان هو لازم يدمر جرو زي ما دمره زمان. فمراته قالت له ما تفكك بقى يا عم من الذكريات دي. فبيقول لها انا مش هنسى هو عمل فيا ايه، بس تعالوا نشوف هو اصلا كان جرو عمل فيه ايه خلاه يكرهه كل الكره ده. فاكر المدرسه اللي كانوا فيها في اول الفيديو؟ هم يا سيدي الاتنين كانوا فيها مع بعض، وكان فيها مسابقه لاحسن اغنيه. ماكسيم عمال يتدرب على اغنيه علشان يطلع يغنيها على المسرح، بس قبل ما يخرج على المسرح سمع صوت لحن الأغنية اللي هو هيغنيها، ولما طلع يشوف ايه اللحن ده لقى جرو هو اللي بيغنيها، بوظ عليه كل حاجة هو كان مخطط ليها، وجرو هو اللي كسب. وماكسيم نزل بالسفينة بتاعته في بنزينة علشان يحط بنزين في المركبة بتاعته وبالمرة يشتري شوية طلبات. فلما دخل السوبر ماركت عشان يحاسب على الحاجات اللي اشتراها، بتاع الكاشير ضايقه فقرر ان هو ينتقم منه بطريقته، وفي نفس الوقت كان عايز يجرب المسدس الجديد، فطلع المسدس من جيبه وضرب بيه الراجل حوله لصلصال ومشي. وسالي قالت تاخد الاولاد وتروح السوبر ماركت تشتري شويه حاجات، بس للاسف وهي بتشتري قابلت الست المشهوره اللي حرقت لها شعرها في الكوافير، فقررت ان هي تهرب منها وقعدت تجري لحد ما خرجت من السوبر ماركت وهربت منها. وبنروح لجرو تاني اللي راح بيت بوبي وطلع لها، ولما سالها عايزاني في ايه قالت له انا شريره زيك، بس انا لسه مبتدئه وعايز اعمل حاجه مطرقعه تخليني شريره مشهوره في عالم الاشرار. والحاجه اللي انا قررت ان انا ابدا فيها هي ان انا اسرق، وهسرق حاجه مهمه جدا، هسرق التميمه بتاعت المدرسه بتاعتك. جرو قال لها مستحيل ان احنا نعرف نخش جوه، ده في جوه اكتر كائن مرعب اكل العسل، انا مش هعرف اشارك معاكي ولا اساعدك. فبوبي بتهدده وتخليه فعلا يروح معاها، وبيركبوا المنطاد بتاعها ويروحوا، والنونوز بيبداوا مهمتهم انهم ينقذوا الناس من الاشرار. بس زي ما انت عارف كل شيء ممكن يتحول لكارثه مع النونوز، وفعلا بدل ما ينقذوا الناس من الاشرار كانوا بيعملوا العكس. والله بينقذوا الاشرار من الناس، كانوا السبب في دمار المدينه بحالها، والناس كرهتهم ومبقوش عاوزينهم يساعدوهم في حاجه، فالمشروع اتلغى بسرعه وبيرجعوا المنظمه تاني. واول لما جرو وبوبي بيوصلوا عند المدرسه بيدخلوا، بس النونوز اللي معاه بيعكوها وبيروحوا معاه هو وابنه، وبيسيبوا المنطاد يطير وبيجروا جوه المدرسه علشان يروحوا يسرقوا التميمه. وفعلا كلهم بيروحوا عند اوضه المديره علشان يسرقوا التميمه منها، بس قبل ما بيدخلوا بيكتشفوا ان في ليزر على باب الاوضه، وبيبقوا بيفكروا هيدخلوا ازاي. فالبيبي بيسابقهم وبيروح هو يطفي جهاز الليزر من على مكتبها، وبيدخلوا الاوضه وجرو بيجيب حقنه المخدر علشان يحقن بيها اكل العسل، بس البيبي بيكون فتح القفص بتاعه وبيخليه يهجم عليهم. وبوبي بالغلط وهي بتهرب منه بتدوس على زرار انذار المدرسه كلها، بتخلي كل المدرسه يعرفوا ان في عمليه سرقه، والوحيد اللي بيعرف يسيطر على اكل العسل هو البيبي. تسألني ازاي؟ اقولك لان البيبي معاه كيس عسل فقعد ياكله منه، وجرو وبوبي بيهربوا من المدرسه ومعاهم اكل العسل بعربيه بتطير. هم نجحوا انهم يسرقوا اكل العسل وما سرقوش التميمه، بس ما خدوش بالهم ان الطوق اللي في رقبه اكل العسل راكب فيه جهاز GPS، وده خلى مديرة المدرسة أم الأشرار اللي هي شخصية مش سالكة خالص بتعرف مكانهم فيه، وبتعرف من الكاميرات إن جرو هو اللي عمل كده، وبتبلغ ماكسيم بمكانه. وفعلا ماكسيم بيعرف مكانه وبيقرر ياخد الخطوة اللي كان ناوي عليها من الأول، إنه يخطف ابن جرو ويحوله لنص صرصار ونص بني آدم، ومديرة المدرسة ترجع أكل العسل تاني. في اليوم ده جرو ولوسي راحوا يتمرنوا على التنس مع عيلة بريسكت، وبوبي بنتهم بتروح تلعب مع بنات جرو. وطبعا في احداث طريفه ومضحكه من النونوز، زي ان واحد منهم عمل كيس فشار كبير خلى الاوضه كلها فشار،
والتاني كان بيساعد جرو في ماتش التنس اللي محدش يعرف يكسبه. بس في وسط الكلام ده يا اعزائي، مديرة المدرسة بتروح البيت عند جرو وبتدخل تقعد جوه تستناه ان هو يجي ويشوفها، وبوبي بتاخد اكل العسل وتمشي، وبنت جرو بتبعت له رسالة ان في واحدة هنا مستنياك وبتسأل على جرو، ما بتسألش على الاسم المزيف. فجرو بيعرف ان هم في خطر وبياخد سالي ويروحوا على البيت بسرعة، وبالمرة قالوا يبعتوا رسالة لجهاز مكافحة الأشرار علشان يلحقوهم لو حصل حاجة. وجهاز مكافحة الأشرار بيبعت للنونز الخارقين يتدخلوا تاني بعد ما وصل لهم نداء استغاثة من جرو. وجرو أول ما بيوصل البيت بيقابل أم الأشرار أكن مفيش حاجة حصلت، بس هي بتقعد تضربه وتضرب كل الموجودين علشان تاخد اكل العسل بتاعها. وفي وسط المعمعة ابن جرو اللي ما كانش متوقع اي حاجة خرج من البيت واتخطف على ايد ماكسيم وفالنتينا. بس جرو وسالي اكتشفوا ده بعد ما ضربوا ام الاشرار وبيسمعوا صوت البيبي وهو بيعيط. سالي بتقول لجرو روح انت الحقه بسرعة، ولما بيروح عشان ينقذه ما بيلحقش وبيطير ماكسيم بيه. جرو بيبقى واقف ومش عارف يعمل ايه، فبيلاقي بوبي جاياله بالعربيه اللي بتطير اللي سرقوها من المدرسه، وبيركبوا وبيطيروا ورا ماكسيم. فجرو بينزل على المركبه بتاعت ماكسيم بس بيبقى واقف قدام فالنتينا فما بتعرفش تسوق، فبيلبسوا في مبنى. ولما جرو بيفوق وبيروح ينقذ البيبي، ماكسيم بيقول له ما تقلقش عليه، ده بقى 100 فل و14. حتى بص اتاريه حوله نص بني ادم ونص صرصار بجد، وبقى يعمل حركات ماكسيم بالظبط. وفالنتينا بتهجم على جرو بالمركبه بس بتقع في شر اعمالها هي والمركبه، وجرو بيحارب ماكسيم وبيبقى هيوقعه بس ما بيستسلمش وبيكلم ابنه بيحاول يفوقه من الحاله اللي هو فيها بكلماته الحنينه. وده خلى البيبي يفوق من الحاله اللي كان فيها وقلب الترابيزه على ماكسيم وضربه علشان ينقذ باباه. وجرو اداله القضيه في الحته الفاضيه وخلاه يقع من المبنى. قوم يجي النونس بعد كل ده عشان يكملوا عليه. والله طب كنتوا فين من الاول بدل ما هو حول الواد لصرصار. المهم كل العيله بيروحوا لجرو علشان يطمنوا عليه، والبيبي بيحضن جرو وبيرجعوا بيتهم القديم تاني. والحمد لله دكتور نافاريو بيعرف يرجع البيبي طبيعي تاني، واجنس بترجع لها المعزه بتاعتها اللي بتحبها. بعد كده جرو راح زياره لماكسيموم في السجن وقال له ان انا سرقت الاغنيه منك، وقرروا يعملوا مسابقه يحضرها كل الاشرار اللي في السجن يغنوا الاغنيه قدامهم مع بعض دويتو، والمساجين هم اللي يحكموا. بس الاغنيه عجبت الكل وفي الاخر بيتصالحوا مع بعض، والنونس بيروحوا السجن وكلهم بيرقصوا على الاغنيه. لو حابين تسمعوها هتلاقوا لينك الاغنيه في الوصف تحت. وبكده يكون فيلمنا انتهى النهارده. عايزك تشجعني علشان في هجوم شديد على القناه ان اعرف اكمل، فعاوزك تعمل لايك وشير وتشترك في القناه عشان هفرح بيك جدا. وعاوزك تكتب لي في تعليق عاوز فيلم ايه المره الجايه علشان اعملهولك. كان معاكم يا اعزائي الكبار الاطفال خالد ابراهيم، ودي كانت حكايه جديده من حكايات قبل النوم. السلام عليكم.